هي مصر ما فيهاش رز؟ انا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. اخبار كتير عن ازمه في السوق المصري في سلعه الرز، وفي كل ازمه بيكون في متضررين ومستفيدين. المتضررين معروفين اللي هو في الغالب بيكون احنا كمواطنين. طيب ازاي ممكن يكون في مستفيدين؟ المستفيدين بقى هم اللي بيستغلوا الازمات لتحقيق مكاسب منها. كمل الفيديو وهتعرف مين. في فيديو فات قلت ان مصر فيها مخزون من الرز يكفي سنه، وده علشان مصر عامله خطه لتامين الاحتياطي من السلع الاساسيه ما بين 6 شهور لسنه. طيب طالما عندنا الرز ده كله، امال فين المشكله؟ المشكله في التجار اللي بيستغلوا اي حاجه علشان يحققوا منها مكاسب. تلاقي التاجر من دول اول ما بيحس ان في بوادر ازمه يروح مخبي البضاعه بتاعته، وتيجي تساله يقول لك اصل للاسف السوق شاحح، الدولة فيها أزمة في السلع ومفيش حد لاقي حاجة. وبيستنى بقى لحد ما السوق بيعطش وبيروح نازل بالبضاعة بتاعته بالأسعار اللي هو عايزها، وأنت كمواطن بتستسلم لده وبتروح تشتري منه، وبترجع بعد كده تشتكي السلع مش موجودة والأسعار غالية والدولة سايبانا فريسة للتجار. خلينا نسأل سؤال على خلفية أزمة الرز اللي في السوق. هل الحكومة سايبانا فريسة لجشع التجار؟ ده سؤال مهم، بس خلينا نسيبه على جنب دلوقتي، واسأل نفسك سؤال: أنت كمواطن بتعمل إيه لما بتلاقي حد بيستغلك؟ طبعا ولا حاجة. كم حد فكر ياخد إجراء قانوني ضد كل شخص مستغل؟ نسبة قليلة جدا، والباقيين بيستسلموا للامر الواقع وبيروحوا يدفعوا. بلغوا يا جماعه جهاز حمايه المستهلك على رقم 19588. طبعا انت بتقول دلوقتي طب وانا مالي، ما الحكومه تظبط السوق. خليني اقول لك انها مش كده، هي حاجه مشتركه. علشان الحكومه تعرف ان في مشكله محتاجه ان المواطن يبلغ، وعلشان المواطن يتشجع ويبلغ لازم يعرف ان في حاجه بتحصل. فاكر قصه البيضه ولا الفرخه؟ لو فهمت فخليك ايجابي وشارك، علشان الفايده اولا واخيرا هتعود عليك. هي الحكومه عملت ايه علشان تواجه جشع التجار وتعطيش السوق اللي تسبب في نقص الرز؟ الحكومه يا سيدي عملت حاجات مهمه جدا، من اهمها ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار باعتبار الرز من المنتجات الاستراتيجيه في تطبيق حكم الماده 8 من قانون حمايه المستهلك، اللي بيحظر حبسها عن التداول، سواء بقى من خلال اخفائها وعدم طرحها او الامتناع عن بيعها باي صوره من الصور. مجلس الوزراء اكد ان القرار ده جه في اطار المتابعه للسوق المحلي ورصد بعض الممارسات اللي نتج عنها حجب الرز في بعض الاحيان. طيب هو اللي هيتمسك هيحصل له ايه؟ العقوبه هتكون الحبس لمده ما تقلش عن سنه، وغرامه ما تقلش عن 100,000 وما تزيدش عن 2 مليون جنيه، او ما يعادل قيمه البضاعه، ايهما اكبر يعني. طيب في حاله التكرار هيتعاقب بالحبس مده لا تقل عن 2 ولا تزيد عن 5 سنين، وقيمه الغرامه هتتضاعف. ده طبعا بجانب ان الدوله وفرت الرز في جميع المنافذ وفي كل المجمعات الاستهلاكيه. وبكده السؤال الصح هنا، بعد ما الدوله عملت كل اللي مطلوب، انت دورك ايه؟ سلام.